اللهم اهد أولادي وخذ بأيديهم إليك ووفقهم لطاعتك يا رب، لا تريني فيهم ما يبكيني، واحفظهم بعينك التي لا تنام، واسعدهم وارزقهم الصحة والستر وراحة البال وطول العمر، ومتعني ببرهم في حياتي وبعد مماتي، أولادي وأولاد المسلمين. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار ومن العمل ما ترضى يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم أهل الله في الدنيا، ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وهنا وصحة وسعادة وسلام. اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس ليوصلكوا كل جديد يا أحلى على في الدنيا. بالكم ما بالكم بقى انك تقوم ايه على كارثة. أعوذ بالله، يعني ربنا يكفينا ويكفيكوا شر الكوارث يا رب. تبقى نايم في امان الله وتقوم ايه بس يعني الصبح بدري بعد الفجر كده، وسبحان الله بقى الله اعلم يعني ربنا اللي بصحينا بقى كده عشان كده ولا ايه، بس انها تبقى كده والصبح بدري. كنا لا مش بعد الفجر، ده بعد الفجر بكتير. اول ما الاقي المطبقيه بتاعت الكوبايات واقعه، شفت المنظر بتاع الكوبايه دي كسر منها 4 كوبايات تقريبا او اكتر او اقل، بس هما كميه كوبايات انكسرت ما شاء الله، المطبقيه كلها حرفيا. يعني الواحد قام على، انا كنت بقوم زلزال بصراحه. كنت ناويه ان انا اصلا اعمل الفريزر، الحمد لله عملته برضو. ما زعلتش والله، ما زعلت، ما تخفى يعني. الحمد لله في ده دوفر عامل العيال ايه ده يعني، الحمد لله انها جت على قد المطبقيه بالكوبايه تخفى. عملت شويه كشر زي ما انتم شفتوا، طبعا شايفين الكشري طبعا عملناه كتير. دي كانوا شويه ملوخيه كانت الحاجه بعتهم لي، يعني هي كانت بعتهم نص النشفان كده، حطيتهم في الشمس ساعه ما يكملش ساعه. طبعا الجو حر وانتوا عارفين الشمس عامله ازاي. اتفضلوا معانا الاول عاملين كشري وسلطه وبيض، والله ما عارفه اللي في الطبق ده ايه. المهم ايه، نزلناهم اهوت وايه وفركتهم. فركتهم كويس اوي، نعمتهم. تاني جايبه ايه منخل صغير كده، نخلاهم حشت بقى لو في عصيان ولا حاجه، اللي هي العصيان الطاوله اللي بتبقى فيهم، لو في عفره لو في حاجه، نعمتهم خالص وظبطتهم ايه وعندهم. لقيت لسه الدنيا بدري على الشغل وكده، قلت اما اعمل ايه الفريزر. ما انا صراحه اما البتاع ده عملت المطبقيه كانت نفسي تسدد. انا كنت ناويه اقوم يعني اعمل حاجات كتير، كنت عايزه اعمل ايه في المطبخ يعني اطور المطبخ، بس ما خلاص قلت الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. خليني ايه في الفريزر ايه، شوف التلج اللي فيه. طبعا شفتوا المرتبه ديت حطها في الارض، لان الحر جو حر جدا. كل واحد اي حد بيت يتنام عليها، الولا انا اللي بنام عليها، يمكن انا بنام عليها اليومين دول. كانت قبل كده بوسينه، فالمهم ايه بنام عليها يعني حطيتها في الارض، فعشان هي جنب الفريزر لازم ايه اركنها في جنب كده يعني. عملناها بالعرض، تاني جاي عاملاها بالطول، تاني فردتها تاني وعملتها بالطول عشان ايه ما يجيش على ميه اللي يجي عليها حاجه. المهم فضيت كل الحاجه اللي في الفريزر اهوت. بوريكم دي على فكره اللي انا بعمله ده بتاع واحد ايس كريم، هو اللي قايل عليها. طبعا انا كنت فاتحه دكان بقالة قبل كده. الفريزر ده ربنا يديها الصحه ويشفيها وعافيها يا رب. ستي رب ادعوا لها بالله عليكم، كلكم تدعوا لها اللي يسمع الفيديو، لو حد يعني اللي لسه معاها دلوقتي يدعي لها بالشفاء، ربنا يشفيها وعافاها يا رب، هي وكل المسلمين. اللهم امين يا رب العالمين. هي حياتي ونور عيني بجد، بحبها جدا جدا جدا. ربنا يشفيكي ويعافيكي يا رب العالمين ويقومك بالسلامه ويجبر بخاطرك. هي صابره على تعبها، ربنا يشفيها يا رب. هي اللي كانت جابهولي بالقسط. الصراحه ما كنتش اقدر اجيبه، ولو ما كانتش جابته ما كنتش هعرف اجيبه كده يعني. لو كنت جبته كنت اجيبه مستعمل على قد مثلا. الكلام ده بقى 3 و4 7 سنين اهو. ربنا يشفيها اللهم امين يا رب العالمين. هو دلوقتي بقى مهول يعني، ممكن يعدي 10 او 12 حتى. انا جبت، هي كانت جابهولي تقريبا ب4 بالقسط، يا ربنا يديها الصحه. المهم فقلت عمري ما هفرط فيه، عمري ما هسيبه ابدا. وكام حد قال لي عليه من قرايبي قلت لهم عمري ما هفرط فيه، عشان هي اللي جابهولي. لو كنت انا اللي جايباه كنت زماني بعته، والله العظيم كنت زماني بعته. وجبت واحد دروب، قلت لا عمري ما هفرط فيه،
احافظ عليه. المهم انا على فكره الحرفه ديت انه لسه حايشه الفيشه، والله حايشه الفيشه في ساعتها. يعني في ناس بتقول لك حشي الفيشه قبلها بليله عشان تفك. شوف كميه التلج، الحاجة الازاز الفارغ ده بتاع الحاجة الساقعة، ما شاء الله عليه. هو من ايامها وانا بعمل كده، بحوش الفيشة اقوم تك على طول، اجيب شوية ماء سخنين ولا اكني في حاجة. هتقولي لي بتعملي بالجاروف بتاع اعزكم الله الباسك بتاع الزبالة. دايما بغسله نضيف، وكده كده انا هغسل بتاع كويس كمان. الفريزر وبسلكة وصابونة، مش زي ما قدامكم بس، لان فعلا التوطية فيه متعبة. يعني لما توطي كده فيه انك تغسلي برضو متعبه. هتقولي طب ما فيه حته تحت، هوريها لكم دلوقتي، هي هتبان دلوقتي. تشيلي منها، انا كني بنشيل الميه في حته تحت بتحوشي في غطا كده. هي اتسدت عندي بصراحه. وغير انها اتسدت عندي، الفريزر عايز قاعده عاليه عشان تعرفي تحطي تحته حاجه. لما احط يعني دلوقتي هو منه الارض، فطبعا هحط تحته، هحط صينيه مش هتنفع طبعا. هي اولا تصدق، وتاني حاجه ان هو مش على قاعده، عشان ان انا اعرف احط البتاعه ديت واحط حاجه تحت. ممكن اسلكه عادي، بس مش غلطش دماغي. عايز قاعده، القاعده دلوقتي تخش لها في 300 400 جنيه. انا كنت عاملاها للغسال، عملت واحده غساله واحده للتلاجة. كانت الواحده فيهم ب 300 جنيه. والله يعني زمانها دلوقتي عدى، انا عاملاها بقالي كام سنه، سنتين 3. يعني زمانها عدى دلوقتي القعده زمانها عدت 500 جنيه. غسلته حلو بسلكه وصابونه كده، سلكه من اللي هي مش خشنه، اللي هي الناعمه، اللي هي السلكه ب 8 جنيه دي ولا 7 جنيه. حلوه جدا، اللي هي بتاع الحلل التيفال او السيراميك او كده، عشان ما تجرحش. هو ده يعني، هو من زمان قلت لكم بقاله 7 سنين، يعني مش من زمان برضو ان هو يتدهول، بس الحمد لله على قد ما اقدر انا محافظه عليه. الايد بتاعته اللي هي من بره بتاع الباب دي انكسرت واحنا في الدكان اصلا لسه، طبعا من كتر الفتح والقفل، وكان الاطفال بتيجي بقى عشان هما اللي يجي ياخدوا الحاجه على مزاجهم، يعني زي ما انتم عارفين. الطفل هو اللي بيجي يفتح، فطبعا ما كانوش بيحافظوا على الحاجه فانكسرت الحمد لله. بس هحاول برضو انني احافظ عليه على قد ما اقدر، لانه من ريحه الغاليه. ربنا يبارك فيها يا رب وامها بالسلامه، اللهم امين يا رب العالمين. مهم قمت انا جايبه فوطه من بتاع المطبخ، عملته بعد ما غسلته ونشفته حلو قوي. هي بتبقى راحه نفسيه كده اما تنضفي الحاجه كده وتعمليها. طبعا كنت حاطه عليه مفرش، اللي هو كان من بتاع الايس كريم ده، هو اللي بيجيبها لي، فعمل او من الحق ممكن ان انا اجيب. شفت السبراي اللي هو الالوان، اللي هو الرش ده، مش عارفه بتقول عليه، اجيبه من عند البويات لون سيلفر ده او لون رصاصي، وادهنه ارش بيه الفريزر، منه يحييه، منه حتى لو في حتت مصديه كده ما يكهربش. وليه رايكم؟ طبعا كان في لبن وفيه بتنجان للحشيه وطماطم وحاجات متفرزه.